السلام عليكم. نفتتح الجلسه وغادي نهدروا اليوم على نفس المشاكل حيت ما تبدل والو، غير التاريخ هو اللي كيتبدل. من دوره لدوره كنعاودوا نفس النقاش بنفس الكلمات حتى ولات الجلسات بحال المسلسل، بزاف ديال الحلقات بلا نهايه. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه ماشي للفرجه وانما للعبره. كان يا ما كان فواحد الحومه هادئه، كان واحد السيد سميتو حميد كان طيب بزاف، طيب حتى بزاف، قلبو نقي ونيته صافيه وكيأمن بالناس بلا حساب. حميد كان عنده صاحب سميتو سعيد، صديق مقرب، كيشربوا القهوه مع بعضهم ويضحكوا ويتقاسموا الهم قبل الفرح. سعيد كان ديما يقول راه انت بحال خويا، طيق فيا. حميد وثق فيه. داروا مشروع صغير حميد وثق فيه، حيث الثقه عنده ماشي لعبه. يخدم حميد بالليل والنهار، تعب، صبر وسكت على بزاف ديال الحوايج، ولكن ملي جا وقت القسمه سعيد بدل وجهه، نصب عليه، داليه رزقه وخلاه واقف غير بالصدمه. حميد ما هضرش بزاف، غير قال في خاطره يمكن الغلط مني ولكن الله كبير. دوز ايام صعيبه، الفقر طرق الباب، والناس اللي كانوا كيدوروا مع سعيد بداو رايلو حقيقيته. اللي كينصب مره كينفضح مره. سعيد طاحت الاقنعه ديالو، المشروع خسر والناس بعدات عليه. اما حميد صبر وخدم من جديد، وبالنيه الزينه ديالو فتح الله عليه من حيث ما كانش حاسب. وفي الاخير حميد ربح ماشي غير الرزق، ربح راحه البال وربح سمعه زينه وربح ثقه الناس. اما سعيد بقى مع راسو يتفكر كيفاش خان صديق كان صادق. والدرس المستفاد الثقه نعمه والطيبه ماشي ضعف. ودائما مهما طال الظلم الخير كينتصر على الشر. هذا مثال بسيط على أن النية الصافية والزينة والإخلاص في العمل ضروري ربي تيجازي مولاه. والإنسان ديما يوضع قدمه الآخرة والحساب، والله يمهل ولا يهمل، طوال الزمان ولا قصار. والحاصل الله يهدي ما خلق وخلاص. وفي الأخير ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج وانتظرونا عم قريب.